بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة في الرسم البيانية، ما بيعرفش يقول لي يا مستر مرة تبقى جسم ساكن، مرة تبقى سرعة متوسطة، مرة ومرة أنا بتوه فيهم. وعشان أنت بتحفظ أنا بقى مش هحفظك بأمر الله. صلى على رسول. أنا عندي أي رسمة بيانية بتبقى عبارة عن سيني وصادي، أفقي ورأسي. طيب الرسمة البيانية السيني وصادي عندنا في الإعدادي غالبا وبنسبة 99% السيني بيبقى الزمن. مين بقى اللي مع الزمن؟ ممكن يكون مسافة، وممكن يكون سرعة، واحتمال يكون عجلة. ركز بقى معايا. أنا عندي الخطوط، أول حاجة ممكن يقول لك خط منحنى، وممكن يقول لك خط مستقيم مائل، سمعتها يا مستر. وممكن يقول لك خط مستقيم يوازي، يا مستر برضه سمعتها. وخط مستقيم يطابق. ايه بقى اللي يطابق دي يا مستر؟ تعالى بس كده صلي على النبي. اول ما يقول لك خط منحنى يبقى اللي مع الزمن ده بيزيد معاه بس مش بانتظام. يبقى اللي مع الزمن بيزيد معاه مش بانتظام. يبقى لو قال لك خط منحنى يبقى اللي مع الزمن ده بيزيد بس مش بانتظام. ماشي. يبقى مثلا لو زمن ومسافة اللي علينا يبقى دي سرعة غير منتظمة. السرعة بتزيد، المسافة بتزيد والزمن بيزيد، يبقى السرعة بتزيد بمقادير غير متساوية. طيب لو قال لك خط مستقيم مائل طبعا يمر بنقطة الأصل زي كده. لو قال لك خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل يبقى اللي مع الزمن بيزيد بانتظام. مثلا لو مسافة يبقى دي سرعة منتظمة. زمن ومسافة عوامل السرعة. خط مستقيم سرعة منتظمة. خلاص تمام. طب لو مع الزمن سرعة، زمن وسرعة، يبقى دي عجلة. يبقى دي عجلة بتزيد، يبقى دي عجلة موجبة، يبقى دي عجلة موجبة تزايدية. طب لو خط مستقيم يوازي اهو، تمام. لو خط مستقيم يوازي طبعا يوازي السيني او يوازي الزمن، يبقى اللي مع الزمن ثابت ما بيتغيرش. خلي بالك، يبقى لو يوازي يبقى اللي مع الزمن ثابت ما بيتغيرش. يعني لو مع الزمن مسافة يبقى ده جسم ساكن ما بيتغيرش، كده كده الزمن زايد. طيب طب لو ديت سرعة يبقى دي سرعة ثابتة، يبقى دي سرعة منتظمة أو عجلة صفرية. طب افرض بقى مع الزمن جيم، يبقى دي عجلة منتظمة، بس ما اقدرش اقول هي تزايدية او تناقصية. لو لقيت خط مستقيم يطابق، طب يعني ايه خط مستقيم يطابق؟ ادي الزمن. كلمة يطابق يا صديقي يعني فوق الزمن بالظبط، يطابق لي. خلاص، يعني ممكن نقول كده مجازا مع انه خطأ ان الرسمة فاضية. خلاص، ده معناه ايه خط مستقيم يطابق؟ يبقى اللي مع الزمن واقف عند نقطة الصفر. طب يعني ايه واقف عند نقطة الصفر؟ يعني ما بيزيدش، الزمن بيزيد والتاني صفر. يبقى دي لو مسافة والله ده يطابق، يبقى ده ايه؟ جسم ساكن. طيب لو دي سرعة يبقى سرعة صفر، يبقى برضو جسم ساكن. طب دي لو عجلة بقى، الزمن بيزيد صح، بس العجلة عند صفر يبقى عجلة صفرية. رقم 5 بقى، خط مستقيم في اتجاه الزمن. يعني ايه يا مستر خط مستقيم في اتجاه الزمن؟ ادي الزمن. خلاص، خط مستقيم في اتجاه الزمن يعني رايح فين؟ رايح على الزمن. يبقى اللي مع الزمن ده اهو بيقل،
يبقى أول ما يقول لك خط مستقيم في اتجاه الزمن أو رايح عند الزمن أو وصل للزمن أو انتهى عند الزمن، يبقى اللي عند الزمن ده بيقل. طبعا عرفناها، العجلة التناقصية أو السالبة.